من وقت ما نزلت لكم الفيديو وانا بجيب الحاجات دي من سولابور والاسئله ما بطلتش. طب انت بتجيبها بالسعر ده حقيقي ولا تضحكي علينا؟ طب دلوقتي الحاجات دي لو جبناها هنخزنها ازاي وتفضل معانا فتره طويله؟ طب نجففها ازاي؟ انا بقى في الفيديو دوت هجاوبكم على كل حاجه، خصوصا كمان الحاجه اللي قدامكم دي. ده يا جماعه مش شبت، ده شمر اخضر واسمه فينوكيو، وده من احلى الاعشاب اللي بتطلع في الشتاء في مصر. تعالي بقى اقول لك الحاجات اللي جبتها كانت عامله ازاي واسعارها ايه وازاي كمان خزناها، وفي اكتر من طريقه هقول لك عليها. لايك وشير وتعالي بسرعه نبتدي باول حاجه. ومعانا هنا ده الزعتر. اول حاجه غسلته وسبته في البرنيكه كده يصفي ميته تماما، واول طريقه هستخدمها معاه وهي التجفيف. بس اهم حاجه قبل ما اجففه لازم الاول ننشره كده على اي شبكه ويكون تحت منه فراغ علشان الميه تنشف تماما، لان ما ينفعش يعني طريقه التجفيف يكون عليه ولا نقطه ميه. هنسيبه يتهوى تماما على جنب كده، ونروح بقى نبتدي في الطريقه الثانيه، وهي ان احنا نحتفظ بيه طازه في الثلاجه لمده شهر. هقول لك ازاي نحتفظ بيه طازه. اول حاجه طبعا بعد ما نشفناه كويس هنجيب مناديل كده ونحطها في علبه مطبخ، ونجيب الجزء اللي هنستخدمه على قد علبه المطبخ زي ما انت شايفه كده، ونحط مناديل وطبقات مناديل ما بينهم علشان نحافظ عليه اكتر فتره ممكنه يكون طازه معانا. ده بيقعد معاكي شهر في الثلاجه ما بيجرالوش حاجه، بس اهم حاجه يكون المنديل مش مترطب قوي، يعني ما يتبلش قوي. لو لقيتيه اتبل قوي شيليه وحط واحد غيره، لان الميه زياده برده بتبوظه. على قد ما بتحافظ عليه طازه بس بتبوظه. اول انت تجيبيه في مناديل مطبخ وتلفيه كده وتحطيه في كيس وتسحبي منه في التلاجة، او ممكن تشيليه طازه في الفريزر وبرده تسحبي منه. اللي بعد كده بقى الريحان، وناس كتير جدا كانت فاكراه ملوخيه. ده يا جماعه ريحان مش ملوخيه، وده بقى لازم يكون عندك في مطبخك. انا بستخدمه دايما في الاكلات الايطالي والبيتزا والمنستروني والحاجات دي، بيبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. غسلناه كويس وقطفناه وتعاملنا معاه معامله الملوخيه. هنحطه برده في علب تلاجة فيها مناديل، وهنغطي عليه بمناديل ونحطه في التلاجة ونسحب منه. او نعمل بقى الخطوه اللي بعد كده ان احنا نجففه. هنسيبه يتهوى في حاجه زي ما انت شايفه كده. انا استخدمت البرنيكه اللي كان فيها، غسلتها كويس قوي وسبته يتهوى على جنب. ده بقى سحر يا جماعه. ده الكرفس اللي شفتوني جبت الحزمه منه ب 15 جنيه. ده بقى الراس دي هقولك هتعملي بيها ايه. هنتخلص منها دلوقتي ونغسله كويس قوي، لان السيقان دي بيكون فيها اتربه ورمال. شايفين الجزء اللي انا كسرته ده بقى لو كلتي مثلا عود منه او عودين في اليوم، ده قادر يخلص جسمك من اي كميه ميه متراكمه فيه. اي ميه زياده الجسم على طول بسبب الكرفس ده بيتخلص منها تماما. ده بقى غير ان هو يعني بيعمل الحاجات دي كلها في الجسم، طعمه كمان حلو قوي. هنحط برده مناديل وهنحطه كده ونسحب منه لو هتاكليه طازه زي ما انا بعمل. اما بقى لو عايزه تحتفظي بيه بقى للشربات للحاجات دي، هتقطعيه كاريه زي ما انت شايفه كده، وهتحطيه في كيس عادي خالص وتحطيه في الفريزر، وقت الاكل بتاخدي منه شويه وتحطيهم في الاكله بتاعتك بس كده. تعالوا بقى نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده. لو انت عايزه تحتفظي بالاوراق دي تقدري تحطيها زي ما هي في الفريزر او تجففيها. ده بقى الساحر بقى يا جماعه، ده اللي هو الفينوكيو او الشمر الاخضر. الراس دي هنعمل بيها حاجه. المفترض ان الراس دي هي اللي تتاكل، بس بما ان احنا كنا لسه في اول الموسم فالراس لسه صغيره فطعمها ما بانش قوي. لكن عاده في الايام العاديه بجيب الراس بتبقى حجمها كبير قوي، اكبر من البصله البيضاء. ده بقى مع الاسماك ساحر، في السلطات بيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. دي الحاجات اللي انا كنت جبتها من هناك، الكرفس والزعتر وده الحشيشه الليمون. دول هنحطهم في الفريزر هم، والكرفس اللي هو الكاريه ده نسحب منه، والباقي يتحط فريش في التلاجة. اما بقى التكييف، تعالى بقى اقول لك هنعمل ايه. ده بعد ما خلاص اتاكدت خلاص ان الزعتر نشف ما فيهوش ولا نقطه ميه، ولعت الفرن عندي على درجه حراره 100 وسبته ربع ساعه، وبعد كده طفيت الفرن تماما وسبته جوه الفرن لحد ما نشف كده. الريحه بتاعت البيت في اليوم ده كانت كلها زعتر وريحه رهيبه. تقدري بعد كده بقى تجيبي حاجه ملمومه كده وتفركيه زي ما انا بعمل كده. ودي الكميه اللي طلعت من نص الكميه. انا كنت جايبه 10 حزم، الحزمه ب5 جنيه، خزنت نصها فريش ونص التاني عملته زي ما انتم شايفين، والكميه دي هتكفيني سنه كامله. وده بالمناسبه مش الاوريجانو، ده التايم، عشان في فرق بين الاثنين. طعم الاوريجانو حاجه والتايم حاجه تاني. ده بقى الريحان عملت فيه نفس الفكره. بعد ما اتاكدت انه نشف تماما حطيته في الفرن لمده ربع ساعه وطفيت عليه الفرن لحد ما نشف زي ما انت شايفه كده. لو عندك مايكرويف بقى لونه هيبقى احلى من كده بكتير، لان الميكرويف بيحتفظ باللون الحاجه وخوصها. بس ما بقى ان انا ما عنديش، فانا يعني استخدمت اللي عندي. الكميه دي هتكفيني سنه كامله، وعايزه اقول لك بستخدمها في حاجات كتير جدا، خصوصا الاكل الايطالي. جربوه يا جماعه، غير فوائده الكتير لو احنا غليناه وشربناه. الحاجات دي بتبقى حلوه جدا جدا في البيت، وبتثبت ان انت ست بيت شاطره وواعيه ومدبره. لو عجبك بقى الفيديو لايك وشير، واتمنى لك كل خير. ومش دايما يا جماعه شراء العبد ولا تربيته، احيانا بتكون تربيته احلى واوفر واضمن مليون مره. لايك وشير واتمنى لك كل خير.